لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. كمية الطمأنينة بهذه الآية العجيبة، وكأنها تأكد لك أن الله سبحانه وتعالى قادر على قلب الموازين بأي شكل من الأشكال، وفي أي لحظة قد لا تتوقعها، فاصبر فإن الصبر جزاءه عظيم من الله سبحانه وتعالى. يا اهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا من اخر فيديو كنت عاملاه معاكم، وفرحانه جدا بالناس اللي داخله جديد على القناه، ويا رب كده القناه تعجبكم. واللي لسه اول مره يشوف قناتي ومش مشترك فيها، ما ينساش طبعا ان هو يشترك فيها، وكمان يضغط زر الجرس علشان كل الفيديوهات اللي انا بنزلها جديد توصله. واهم حاجه اللايكات الحلوه بتاعتكم والكومنتات اللي بتشجعنا. يلا بينا كده نبتدي الفيديو بتاعنا. الجو صعب جدا اليومين دول، الجو حر قوي الصراحه، والواحد بيخلص اللي وراه كده ويجري تحت التكييف لان درجه الحراره عاليه قوي. والجو الصراحه صعب، جو صعب قوي جدا يعني. فبخلص اللي ورايا كده الصراحه وبجري على التكييف. المهم عملت ايه بقى؟ عملت كده الاوضه، نظفتها بسرعه كده على السريع. هي ما بتاخدش مني وقت لان بيبقى بس السرير مثلا او حاجات بسيطه كده في الاوضه بتبقى عايزه تترتب. فعملتها ورشيت المعطر اللي ريحته حلوه، لان بحب المكان اللي بقعد فيه يبقى ريحته حلوه كده. فاكتر مكان بنقعد فيه طبعا اليومين دول الاوضه، علشان كمان التكييف. فبتبقى يعني الاوضه دي حملت الاسيه كده، لان قعدتنا حتى في الشتاء برضو في الاوضه. المهم عملت ايه بقى بعد ما نضفت الاوضه؟ شغلت التكييف شويه، لان زي ما قلت لكم الواحد بيخلص اللي وراه، بالذات في المطبخ. المطبخ بتاعي حر جدا، وباخد معاه كمان مروحه كده. بس طبعا ان انت بتبقي مشغله البوتاجاز او الفرن، يعني بيطلع سخونيه لوحدهم. فبجري بقى اخلص اللي ورايا او اعمل حاجه واجري كده، اقعد شويه في الهواء وارجع تاني. المهم بقى كنت مجهزه كده اكله سريعه اللي هي البيتزا كنت هعملها. والصراحه عشان الجو حر بختار ان يكون الاكلات بتاعتنا خفيفه ولذيذه كده، يعني وتكون سهله كمان. فعملت العجينه، كنت سايباها اصلا تخمر وما اخدتش وقت كده، علشان الجو اصلا يعني حر، فعملت بسرعه يعني اختمرت كده بسرعه. العجينه بقى ما بحطش فيها اي حاجه. انا عملت كده 5 كوبايات من الدقيق. قلت ان انا ازود الكميه علشان يعني نتغدى ونتعشى في نفس الوقت منها، علشان ما اقفش كتير في المطبخ. عملت بقى 5 كوبايات من الدقيق، وعليهم باكيت من الخميره ورشه ملح ورشه سكر، واربع او 5 معالق من الزيت. وبحط كمان في العجينه كده معلقه من الزعتر لو موجود، او لو مش موجود عندي بحط كمان معلقه من الكمون، بتخلي العجينه طعمها حلو. وسبتها بقى لحد ما اختمرت، وكل ده طبعا بجري على الهواء او التكييف اقعد فيه شويه. وبعد كده ارجع اكمل باقي الوصفه بتاعه الاكل. المهم كانت بقى اختمرت، قسمتها كده على صينيتين. الصينيه دي اللي هي معايا دي بتاخد 2.5 كوبايات من الدقيق. وقلت اعمل صينيه كبيره وصينيه صغيره. المهم بقى كنت مجهزه الصلصه ومجهزه فراخ كده، الفراخ البانيه برضو بقليها كده وبقطعها بحطها على البيتزا، بتخلي طعمها حلو قوي. والجبن برضو كنت مطلعاها من الفريزر فكت معايا، وشويه طماطم بقى وشويه فلفل كده، وبحط لهم برضو ملح وكمون. وكل ده بحطه بقى على البيتزا كده، على وش البيتزا، وبدخلها الفرن. بحطها على درجه حراره 180، نص ساعة كده، وببدأ ان انا اشوف العجينة. ودي كده الصينية التانية برضو جهزتها وحطيت على الوش كده جبنة، بس ما حطيتش فيها فراخ لان الفراخ البانيه الصراحة كانت حارة جدا. فعملت دي صغيرة كده، قلت ايه علشان لو كارما برضو ما حبتش تاكل الاكل حار، عملت لها دي كده على قدها. وخلاص بقى دخلتهم الفرن واسيبهم لحد ما يستووا. المهم قلت بقى بما اني واقفه كده في المطبخ اخلص اللي ورايا او الحاجات اللي عاوزه تتعمل اعملها، علشان يعني لما اقعد بقى اقعد مره واحده. لان زي ما قلت لكم ان المطبخ بتاعي اصلا حر جدا، فما بحبش اقف فيه كتير. فانا وانا بعمل بقى الصلصه كده بتاعه البيتزا، لقيت ان انا البصل ببقى مجهزاه وحطاه في الفريزر خلص من عندي. فقلت لا يعني استفاد بقى كده وانا واقفه في المطبخ ومفيش حاجه ورايا، ان انا اعمل البصل، يعني افرم شويه بصل كده معايا وبحطهم في الفريزر في اكياس، وبستعملهم على قد الصلصه بس. صراحة منجزين جدا وبينفعوني في وقت كده ما بكون قايمة متأخر، ببقى محتاجة بصل مفروم بطلع كده من الأكياس على قد الحاجة اللي أنا هعملها. فحلوين جدا معايا في الفريزر. دي تاني مرة ان انا اجرب البصل المفروم في الفريزر، يعني انا عملته قبل كده وقلت اجربه لو لقيته حلو.
اعمل تاني. فالصراحة طلع وهم جدا ومنجز، وفعلا بيساعدك كتير بقى ان انتي بدل ما تطلعي المفرمة علشان بصلاية صغيرة او كده، بيبقى جاهزة معاكي وطعمه ما بيتغيرش خالص، ولا ريحته ولا اي حاجه، لان اصلا انت ما بتسيبوش لحد ما يفك، يعني انت بتكسري منه وهو جامد كده، وبترجعي الباقي تاني مكانه في الفريزر. عملت كده كام بصلايه حلوين كده، وهعبيهم بقى في الاكياس، وهحط الاكياس بقى في الفريزر وخلاص. برضو مرضتش اكتر قوي يعني الكميه، يعني الكميه دي تخلص، الاكياس دي هتقعد معايا شويه حلوين يخلصوا، وبعد كده اعمل غيرهم. وكمان انا مفرزه الطماطم برضو صلصه كده في الفريزر، من غير ما انا حاطه لها طبعا البهارات ولا البصل ولا اي حاجه، يعني طماطم بس كده فريش بطلعها برضو من الفريزر مع البصل المفروم، يعني بتنجز في الوقت جدا. فالحاجات اللي زي دي على قد ما تقدري عشان ما تقفيش كتير في المطبخ، حاولي ان انتي معظم الحاجات كده تفرزيها، هتلاقيكي بتخلصي الطبخة بسرعة جدا، وما بتقفيش كتير في المطبخ بالذات في الحر اللي احنا فيه ده. وخلاص كانت البصل عمل معايا ال3 اكياس دول، وحطيتهم بقى في الفريزر، وقت كده لما يخلصوا هعمل غيرهم ان شاء الله. المهم بقى كانت البيتزا خلصت معايا، وسبتها تبرد شويه، وانا قطعها بقى نتغدى. كنا اتغدينا وخلاص، قعدنا بقى بعد الغدا شويه حلوين يعني. وبعد كده كان نفسنا ناكل حاجه حلوه بقى في الصيف ده الصراحه. اكتر حاجه ببقى اعملها بقى اللي هي المهلبيه، بناكلها سقعانه، رز بلبن، الجيلي. بحب في الصيف الحاجات اللي زي دي، يعني بالليل كده اعمل اي حاجه من دول وناكلها بقى، بيبقى طعمها حلو كده وتكون سقعانه. المهم كان عندي بقى لبن، فقلت اعمل ايه، اعمل المهلبيه. انا يعني قلت كده اعمل اختراع كده، يعني عملت نص اللبن حطيته الاول، وبعد كده عملت المهلبيه بيضه زي ما انتم شايفين، وهعبي نص الكاسات بس، مش هعبي الكاسات كلها. حبيت ان انا اعمل فكره ان انا اعمل كده اللي هي المهلبيه اللونين الابيض والاصفر. يعني لحد ما نجحت معايا، بس برضو مش ما نجحتش قوي، لان انا هتشوفوا الوقت وهتشوفوا ليه. المهم جينا بقى تاني، حطيت باقي اللبن، وهحط بقى الكاسترد كده اللي هو زي النشا بالظبط، بس لونه اصفر، ده بيخلي المهلبيه اللون بتاعها بيبقى اصفر. المهم هحطها بقى على اللبن. انا حطيتها على اللبن مباشره لان اللبن اصلا كان سقعان، لكن لو اللبن سخن بتدوبيها الاول في شويه ميه، سواء الكاسترد او النشا يعني، وبعد كده بتحطيها على اللبن. المهم بقى دخلت كده اللي هي الطبقه اللي هي البيضه دي، كنت دخلتها نص ساعه كده قبل ما اعمل الطبقه التانية في التلاجة. ف يعني انا حسيت كده ان هي مسكت كده من فوق، بس كان فعلا عامل الطبقه من فوق، لكن كانت لسه عاوزه تقعد شويه اكتر في التلاجة، بس انا استعجلت عليها، بس مش مشكله يعني، يكفينا بقى شرف المحاوله كده، ان شاء الله تتعدل المره الجايه. فحبيت اعمل لونين كده زي ما انتم شايفين، اللون ما ظبطش قوي بس كان طعمها حلو. وخلاص دي كانت المهلبيه بتاعتنا، وده كان اخر الفيديو بتاعنا. وما تنسوش يا حلوين الاشتراك في القناه، واقول لكم مع السلامه.